بقالنا كتير بنتكلم في مواضيع تقنية وممكن تكون مملة شوية لبعض الناس، وما عملناش فيديو حماسي وينعش الفؤاد عن المواتير القوية اللي توصل معاك لجنون التعديل. فبعد الغيبة الطويلة دي جايب لك في الفيديو ده 3 محركات مسيطرين على عرش التعديل وجنان ما بعد ال1000 حصان من مصنعين مختلفين، اليابان وأمريكا. ودي الحلقة الثالثة من سلسلة أجمد مواتير للتعديل. اخبط اللايك ودوس سبسكرايب في طريقك لو لسه جديد معانا، ويلا بينا نشوف مع بعض وحوش النهارده وهما بيفجروا الأحصنة. خلينا ابدا باكتر موتور متحمس له وبحبه في فيديو النهارده، وهاخدك معايا لعالم اليابان، بس المره دي مش 2 جي زي ولا RB26، المره دي حاجه مختلفه. هنشوف الوحش اللي تحت كبوت النيسان باترول، تحديدا موديل الواي 61 اللي بيسموها فيتك في الوطن العربي. اربط حزامك عشان هنا فتح كلام ب1000 حصان. محرك التي بي 48 دي اي 4800 سي سي 6 سلندر خطي، تنفس طبيعي بيخرج من 240 ل 280 حصان حسب النسخة والموديل، و451 نيوتن متر من العزم. الموتور بينزل بعمودين كام شافت وبلوك مصنوع من الحديد الصب اللي بيمتعه بالصلابة وقوة التحمل، ورؤوس سلندرات من الألمنيوم عشان خفة الوزن والتحمل. وطبعا بيجي بتقنية الفيتك أو الفاريبل تايمنج كنترول الشهيرة بتاعت نيسان، وكنت شرحتها في فيديو منفصل هتلاقيه في الاي فوق. المحرك ده رغم انه نزل على الباترول اللي هي كانت عربية عائلية في المقام الأول مصممة للشقة والاعتمادية والظروف الصعبة، إلا إن الناس بتقول عليه أوفر انجينيرد أو متهندس بزيادة بسبب إمكانياته ومواصفاته اللي فعلا مغرية للتعديل. بداية تصنيعه كانت في 2001، فالناس كسبت خبرة كبيرة في تعديله ونسيوا ال 200 حصان الستوك دول، عشان حبايبنا في الخليج مسكوا الموتور ده عجنوه تربوهات، اللي يركب له جارة عملاق واللي يركب له توين تربو ويبقوا طالعين من الكبوت بيكون شكلهم مرعب. لا والأجمد كمان اللي بيركب موتور تاني ورا عشان تبقى العربية بموتورين، ولو على الأحصنة فما تعدش طبعا، كله هنا معدي ال1000 حصان بالراحة. بلوك المصنع قوي جدا ويستحمل، واجزاء الموتور الداخليه تقريبا كلها تستحمل لحد 600 حصان من غير مشاكل وبدون تغيير ولعب كتير في القطع الداخليه بتاعه الموتور، فبشويه قطع افتر ماركت زي بساتم وكامات وكرانك مع نظام وقود اقوى واكيد تربو عملاق مع كمبيوتر احترافي يفتح لك كل قدرات الموتور، هتقدر تكسر اي سوبر كار تدوس معاك على الطريق، لان الوحش بتاعك هيبقى معدي ال1000 حصان بالراحه. وكمان هتسمع احلى نغمات وانت سايق، اسمع كده. تاريخها مشرف الصراحة، مش محتاج اتكلم عن الفيتك كتير، انت اكيد شفت ريتشارد بتاع توب جير وهو بيسابق واحدة من اقوى عربيات بورش في التاريخ، ال 918 سبايدر اللي نزل قدامها بنيسان باترول متلغمة حرفيا وكسبها بفرق جبار. النيسان باترول بسبب موتورها الأسطوري ده اكتسبت شهرة وحب من الشباب مش طبيعي، وبقت عربية أحلام ناس كتير جدا. ما هي عربية عائلية ووحش في الصحراء والتطعيس، سباقات بالليل واستعراض حر في الحلبات، ده في منها مجهز بالكامل للدريفت. فبص، عربية واحدة تقدر تعمل بيها كل حاجة، وموتور عمره ما هيغزلك. كفايه كلام عن الفيتك بقى، وتعالى نشوف الموتور التاني، واحنا مش هنروح بعيد، لسه مكملين في عالم اليابان، بس المره دي مع موتور صغير بس يحير. عيله الاي جي من سوبارو، تحديدا الاي جي 257، الموتور اللي نزل في السوبارو WRX STI من 2004 لحد 2021. العربيه الجي دي ام الايقونيه بموتور ال4 سلندر بوكسر 2500 سي سي، بينزل تربو او تنفس طبيعي، بيطلع في نسخه التربو المشهوره من 300 ل 305 حصان وعزم دوران يعدي 400 نيوتن متر تقريبا. وعشان السوبارو WRX واحده من اشهر عربيات الجي دي ام، فاكيد ادائها في التعديل هيبسطك، هي اصلا متصممه لده. وخد بالك برضو العربية دي بالموتور ده تقدر تقول عليها بنت عم اللانسر ايفو، الاتنين وحوش وبيلعبوا في نفس الفئة، بس محرك السوبارو ده بالذات بيتميز انه خفيف ومركز الثقل بتاعه واطي على الارض عكس المواتير العادية، لان السلندرات هنا بيبقوا نايمين. بلوك الموتور والبساتم مصنوعين من الألمنيوم، خفاف جدا في الوزن، وبينزل ب2 كام شافت وصمامات متغيرة التوقيت.
الموتور ده سهل جدا في تعديله، واقل قطعه هتعدلها في الموتور ده هتزودك 20 او 30 حصان، لكن لازم تبقى فاهم ازاي تعدله صح، لان زي ما الموتور ده جامد وخفيف ومركز الثقل فيه واطي وبيديك اداء جامد، الا انه مشهور بمشكلتين. المشكله الاولى ان البساتم اللي فيه ما تستحملش التعديل التقيل، والمشكله الثانيه انه بياكل زيت شويه، فعشان تعدله وتطلع منه ارقام محترمه هيبقى محتاج لواحد فاهم عشان يطلع منه باور. يعني طبعا اهم واول حاجه هتعملها انك هتعدل في القطع الداخليه عشان تستحمل ضغط وحراره اكتر من غير ما تبوظ منك، زي بساتم وكرانك وكام شافت مع تربو كبير طبعا عشان تاخد اداء محترم. وبالسيت اب ده لو معمول كويس وعلى ايد حد فاهم هيقدر يخرج لحد 700 او 800 حصان، وده رقم اكتر من ممتاز على موتور 4 سلندر. وما تنساش كمان ان الدبليو ار اكس بتنزل بنظام الدفع الرباعي الجبار من سوبارو اللي متميزين فيه جدا من سنين طويله، خصوصا في سباقات الرالي والاوف رود، فمن الاخر كده محدش هيقدر ينكشك على الطريق برضه. وبصراحه الدبليو ار اكس عربيه ليها شعبيه كبيره جدا في عالم التعديل خصوصا بره، لكن بصراحه في الوطن العربي مش مشهوره قوي. لكن كده محركات الاي جي من سوبارو كلها جباره وفيها امكانيات عاليه. تعال بقى نطلع من كوكب اليابان شوية ونروح للمحركات البسيطة والأحجام العملاقة. شركة فورد الأمريكية بمحرك الكايوتي اللي نزل في الفورد موستانج والإف 150 بداية من موديلات 2011. وانت أكيد عارف فلسفة أمريكا في المحركات، ما بتحبش التكنولوجيا الكتير اللي ملهاش لازمة، وكبر يا باشا سعة المحرك على قد ما تقدر، ولو عندك سوبر تشارجر كمان يبقى انت كده عديت خلاص. موتور 8 سلندر على شكل في زي اي موتور امريكي، 5000 سي سي تنفس طبيعي بيخرج من 480 ل 500 حصان، والموتور ده واحد من امتع المحركات التنفس الطبيعي في السواقه، وصوته خيال. محرك مصنوع كله من الألمنيوم عشان خفة الوزن، وبينزل ب2 كام شافت وفي في تي أو صمامات متغيرة التوقيت زي الموتورين اللي قبله بالظبط، وقطع الموتور الداخلية كلها بتنزل من مصنع قوية وتستحمل. وموتور بصراحة إمكانياته في التعديل جامدة جدا، انتيك وشكمان مع فايل سوفت وير يرفع المحرك ده 100 حصان كاملين. ولو مش كفاية بالنسبة لك فبسوبر تشارجر بسيط وشوية حلويات خفيفة في قطع الموتور من جوه مع طبعا فايل سوفت وير شرس هيطلع معاك فوق ال 800 حصان. ولو برضه مش كفاية وانت شخص طماع وعايز توصل لل1000 حصان هتعدل في أحجام بكر السوبر تشارجر والقطع الداخلية للموتور كلها، زي البساتم مثلا هتركب حاجات تستحمل ضغط وحرارة أعلى والكامات أقوى، وكرانك يبقى أصلب، وأكيد طبعا نظام وقود يضخ بنزين أكتر، ومبروك عليك ال1000 حصان ساعتها. واهم ميزه الموتور ده بيقدمها لك انه بسيط قوي، ما فيهوش هنا اي تعقيد ولا تكنولوجيا كتير ملهاش لازمه، ده غير انه رخيص جدا وقطع تعديله نفسها ارخص من التراب كعاده اي موتور امريكي، فحرفيا بمبالغ بسيطه جدا تقدر تبسط نفسك وتعدل الموستنج اللي معاك لارقام مجنونه وتعمل بروجكت متوحش. وده اللي بيخلينا نشوف فعلا عربيات موستنج كتير جدا معمول عليها بروجكت دريفت ودراج ريس، لكن بصراحة بنشوف الدريفت بيبقى أكتر شوية لأن العربية دي باورها ووزنها مناسبين أكتر للرياضة دي، فبتكون دايما مناسبة للي عايز عربية بسيطة ورخيصة وموتورها ملوش سقف في التعديل. اكتب لي في الكومنتات ايه اكتر موتور بتحبه ونفسك تعدله في التلاتة دول. انا بصراحة هختار الوحش الياباني الفيتك. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تخبط اللايك والسبسكرايب لو اول مرة تشوفني، وتستنى مني كل جديد. اشوفك في الفيديو الجاي، سلام.